أنا مسيحية وبؤمن بالكتاب. ما كنيستك؟ مسيحية وبؤمن بالكتاب. تفضل شيخ. طيب تفضل، يا ماذا تريدين؟ يا أنا عندي سؤال. مهم. أنا داير أعرف، يعني معلش لو إنه كلامي ما مرتب، لأنه أول مرة أدخل قس معاك وكده، بس ربنا يقويني. أنا داير أعرف الشيخ بيسيب لسيدنا السيد المسيح وكده. عاوز أعرف هل هناك عفوا، ممكن تتكلمي بالفصحى حتى نفهمك؟ أوكي، المهم إنه ديني ما بيمس إلا للفصحى. المهم إنك تعرف الدين عاوز منك شنو. اللغة عندنا نحن كمسيحيين ما مهم، تمام. نحن لا نفهمك، نحن لا نفهمك، فحدثينا بلغة نفهمك بها. أوكي. إيه؟ إذن طيب، هل المسلم يؤمن إن هناك أنبياء قبله؟ إذا المسلم، هل نعم، المسلم يؤمن كيف؟ أن هناك أنبياء قبل الإسلام. المسلم يؤمن بجميع الأنبياء منذ أن بعث الله عز وجل آدم عليه السلام، وخاتمهم هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تمام. إيه؟ أوكي. طيب لماذا أتى نبي الإسلام في قوم يعبدون الأصنام ولا يعرفون عن الأديان شيء؟ أول شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين وليس لقوم معينين يعبدون الأصنام، بل بعثه الله للناس جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الرسول قل إني رسول الله، في سورة الأعراف: قل إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للجميع، بعث للجن والإنس معا، وليس للعرب فقط. هذا اللي أنت يسوع المسيح عندك في كتابك لم يبعث إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة، كما قال هو بنفسه في إنجيل متى، قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أنا عندي سؤال في الإسلام، معلش، فأنا خلوا الإيمان المسيحي على جنب. طيب لا، ما نخلوها على جنب، عفوا، أنا أرد عليك من الناحية الإسلامية وأوضح لك من الناحية الإسلامية، لكن في ذات الوقت أرد عليك من الناحية الأخرى اللي هي من دينك، من الاثنين. أوكي. طيب حكاية يعني عوف كتبي هذه ما عندنا، معلش. إيه؟ أوكي، it's okay. طيب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب المسلم بيؤمن به، لكن ما بيؤمن بالسيد المسيح. طيب أين لا، بيعثوا ما قال لك، لا الأنبياء؟ لا 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 لا، في خطأ هنا. خلي يا أخ محمد ما تكتمش على الصوت، في خطأ هنا. من قال لك لا نؤمن بالمسيح عليه السلام؟ نحن نؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام، رسول الله ونبي الله، نؤمن به أنه رسول وإبراهيم ونبي. وإسحاق. كل الأنبياء نؤمن به، كل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. أوكي. طيب لكن الفرق أين بيننا وبينكم هنا، الفرق عشان يتضح لك الأمر، الفرق أنكم أنتم تعبدون يسوع المسيح وتقولون عنه إله، بينما هو لم يقل عن نفسه ذلك، بل هو قال عن نفسه في كتابكم، قال عن نفسه أنه نبي ورسول وعبد لله عز وجل، وهذا ما نقول به نحن. أوكي. طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف أين جاءوا؟ في بداية تبشيرهم نزلوا وين؟ في أي منطقة يعني أو بلاد تقصدين؟ يا بالتحديد. القرآن الكريم لا يهتم بمثل هذه المسائل التي لا تقدم ولا تؤخر، أو كما يقال: علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم بها لا ينفع وجهل بها لا يضرني. القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم كتاب هداية، مش كتاب جغرافيا عشان يقول لك هم نزلوا في الهند ولا في باكستان ولا في فلسطين ولا غيره ولا غيره. مش كتاب جغرافيا القرآن الكريم. القرآن الكريم حين ذكر قصص الأنبياء ذكرهم على أنهم أنبياء هداة مهديين، يعني
يرشدون الناس إلى الخير، يدلونهم على الخير، يقودونهم إلى الخير. يعني ما في جواب. وحين ذكر لنا الله عز وجل قصص الأنبياء ذكرهم على سبيل العبرة، للعبرة. يعني هي ما قصص حقيقية ذكرت كعبرة. لا، قصص حقيقية، لكن يذكر المواقف التي فيها عبرة، التي نستفيد منها. لكن ماذا سنستفيد نحن إذا مثلا الأنبياء هؤلاء نزلوا في هذه البلد أو في تلك البلد؟ هذا شأن الكتب التاريخية. الكتب التاريخية مثلا حكت على النبي إسماعيل عليه السلام أنه عاش في أرض العرب، زار أرض العرب وعاش فيها وتزوج منهم. أن النبي إبراهيم نزل في العراق وانتقل إلى بلاد العرب ثم بعد ذلك. هذه الكتب التاريخية تذكر ذلك. لكن يوسف. القرآن الكريم، يوسف عليه السلام كان في فلسطين ثم استعبد في مصر فترة. فلذلك هذه هي الكتب التاريخية تذكر هذا الأمر، لأن هذا شأن الكتب التاريخية. أما القرآن الكريم لا يذكر تفاصيل أين ذكروا الأنبياء، وجدوا في أي بلاد وكذا. هذا شأن الكتب التاريخية وليس شأن القرآن الكريم الذي هو كتاب للهداية ولنفع الناس ولأخذ العبرة من هذه القصص. اوكي تمام. يلا بس عندي جواب بسيط انه عاوز اجاوب للمقاطعة اللي حصل مع اختنا اللي كانت قبلي. أيوة. يا انت قلت انه في الكتاب المقدس انه السيد المسيح ابن زواني وكذا، فالكتاب أنا المسيحي ما قلت ذلك. أنا ما قلت ذلك. قلت أن كتابك يقول عن يسوع المسيح أنه جاء من نسل زواني، 4 زانيات ذكرتهم بالاسم والصفة، يا مش ابن. شكرا. يا شكرا. لكن في الكتاب المقدس بيقول إنه مريم كانت طاهرة وصغيرة في العمر، مه. فجاء الروح القدس عليها اللي هو جبريل، الملاك جبرائيل، وبشرها إنها حتحمل وحتلد. نحن حديثنا ليس عن مريم عليه السلام، نحن كلامنا عن جدات يسوع. تعرفين رحاب ولا ما تعرفينها؟ بعرف رهاب رؤوس. أوكي، أنت تمام. قصدك جدات عن رحاب، عن دقيقة بس، عفوا، لا مش عن الأم، أنا أتكلم عن الجدات. تمام. رحاب وثمار وراعوث وبتشبع، جدات يسوع ولا ما هم جدات يسوع؟ ما هم جدات يسوع. كيف؟ ما هم جدات يسوع لأن السيد المسيح كلمة. تمام. عفوا لحظة، ترى هذا النسب مكتوب في إنجيل متى. افتحي بداية إنجيل متى ستجدين أن هؤلاء ال4 جدات يسوع. افتح إنجيل متى، افتحي لا، بداية واصل إنجيل. واصل سامعك. شو سمعاني أنت؟ كذبتي شيئا يعني غريبا. كيف؟ أنا ما كذبت، أنا قلت لك إنه مريم التفاصيل النسل بتاع خليني من مريم. يهوذا. أنت خليني إحنا حديثنا ليس عن مريم. وأنا كذلك قلت لك إن ليسوع المسيح جداته ال4 مذكورة في إنجيل متى أنهن زانيات. لا. هل تنفي طيب ذلك ولا نفتح بداية إنجيل متى؟ أفتح إنجيل متى. يلا ها. أها. غير من الإخوة اللي مو متابع صفحة الشيخ يتابعها الآن، بارك الله فيك. يلا اقرأي نسل في بداية نسب يسوع المسيح في إنجيل متى بداية. ستجدين هو مكتوب راعوث ويهوذا، طبعا يهوذا وثمار ورحاب. خليني أقلب لك الكاميرا. هذا إنجيل متى، صح؟ نسب يسوع المسيح، صح ولا لا؟ أها، ابن داود ابن إبراهيم يلا اقرأي هنا، شوفي. ولد إسحاق. أها. ثمار. تمار فراس ولد حصرون. تمام. وشوفي هنا رحاب. تمام يا شيخ، بس وهنا الفكرة إنه دقيقة بس، وين راعوث؟
هاي رعوف. عبيدة ولد يسى ويسى ولد داود. هذه زانيات في كتابك. أوكي طيب، زانيات. هل داود زاني؟ عليه الصلاة داود نبي. وفقا لكتابك أم ماذا؟ وفقا لكتاب داود ليس بزاني. أنت معلش، أنت تتكلمي عن كتابك ولا تتكلمي عن كتاب شكسبير بالضبط؟ شو تقولي أنت؟ أنا داير أجاوب لك حاجة كما أنت قال. شكلك عمرك مانك فاتحة حتى الغلافة تاع كتابك. شنو داود عليه السلام في كتابك مش زاني؟ ما تعرفيش قصته مع بتشبع امرأة أوريا الحثي؟ اشتهاها. لا مش اشتهاها وزنى بها. معلش. طيب يا لا شيخ. مش معليش، هذا مذكور في سفر صموئيل في كتابك. هذه وين عايشة؟ أنت وين عايشة يا أستاذة؟ أنت عمرك ما أنا قاري كتابك ولا كيف؟ أنا ما قارئة كتابي. كيف أنا مجهزة لك أسئلة أنت تجاوبت منها. مجهز لي أسئلة؟ إذا مجهز لي أسئلة، أنت غير جاوبي على الأسئلة اللي قاعدين نطرح فيها. لما تفتحي سفر صموئيل تعرفي بتشبع ولا ما تعرفيش؟ بعرف بتشبع. طيب تمام. تعرفي أن الرب عاقب داود في كتابك في سفر المزامير ولا ما تعرفيش؟ لا ما لقيته. الفكرة بتاع الكتاب المقدس يا بنتي كتابك يذكر أن داود عليه السلام حاشاه زنى بامرأة اسمها بتشبع، وهي امرأة متزوجة من شخص اسمه أوريا الحثي، وأوريا الحثي هذا أحد القادة عند داود، وحين كان منشغلا في الحرب زنى مع امرأته. هذا الكلام كله مذكور في سفر صموئيل في كتابك. أنت أنكرتي في البداية نسل يسوع المسيح وطلعناه لك، تبي حتى هذا نطلعه لك ولا شنو؟ أخبرتك أن نسل السيد المسيح الملاك أخبر مريم الناس تحبل وتلد. يوسف لم يمس مريم. يا شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ أنا اسمي سونا. سونا. يا سونا، ما نتكلمش نحن الآن عن ولادة مريم للمسيح عليه السلام، هذا موضوع آخر مش عارف أنت ليش مصر عليه. نحن كلامنا عن النسل يسوع المسيح في كتابك جاء من نسل زواني كما ذكر كتابك، وكذلك ذكرنا قصة داود عليه السلام في كتابك أنه والعياذ بالله وحاشاه زنى مع امرأة أوريا الحثي اللي هي بتشبع، وحملت زيادة ومات الولد، وبعدين تزوجها وأنجب منها سليمان. ايش رايك في المفاجأة هذه كلها؟ يلا في الكتاب أنت ما لقيت إنه الملاك بشر مريم بولادة سيد المسيح من غير ما يوسف يمسها؟ ما بس تشيل. قطعتي النت عند الشيخ. مش عارف شنو سكنتني بالقصة دي باهي اوكي تمام. ايه الملاك بشر مريم بيسوع، وبعدين الى ماذا تريدين الوصول يعني؟ إلى إنه ايه يعني ما تمس إنه الزنا وكذا في نبي يعني not good. صح فعلا، ايه مزبوط صح. الله غالب نحن غلطانين يعني. تمام خلاص نطلع من هذا الموضوع لانك افحمتيني فيه، فهمتي؟ ايه لا لا احرجتيني قدام 10,000 واحد. نطلع من الموضوع خلاص تقريبا، خلاص لا ها؟ لا. إيه شكرا نطلع لك. منه صح؟ ايه كويس الحمد لله. الان انت مؤمنة ان يسوع المسيح اله؟ يسوع المسيح ابن الله. هل هو اله عندك ام لا؟ هو ابن الله. انت معناته بالحكايه دي مش هتمشي. طيب قراتي نشيد الانشاد من قبل؟ قرأت نشيد الأنشاد. قراتيه من قبل. يا وما رايك فيه؟ هل هو وحي من عند الله؟ سليمان من كتب نشيد الأنشاد. بغض النظر من كتبه، انت قراتيه ورايتي ان هذا الكلام يعني يصح ان يكون وحيا من الله؟ وحي الله هو 10 وصايا. الله يقول في الكتاب المقدس. نشيد الانشاد اللي موجود في الكتاب المقدس
سفر قانوني وحي ولا لا؟ أنا قاعدة أقول لك الكلام الله سيف ذو حدين. أنا ما عندي الحق إنه أتعامل مع نشيد الأنشاد أو لا، مع المزامير أو لا، لأنه كله ده قصص أنبياء. أما بالنسبة لي وصايا الله، فهناك تجد وصايا الله العشر: أحفظ يوم الرب، وجميع المسيحيين بيحفظوه بيعرفوه. لكن نشيد الإنشاد سفر موجود إلى الآن في كتابك. اسمعيني كتبه بس. في سليمان. خلاص أوكي، كتبه سليمان ولا غير سليمان؟ مش موضوعي من كتبه، أنا موضوعي في الكلام. يعني لما نص يقول في الوحي عند النصارى، يقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي. هذا نص في الوحي عندك كمسيحية نصرانية أنت في الكتاب، في سفر نعم، نشيد، ما في سفر بنكر. نشيد الإنشاد. الآن ما معنى هذا النص؟ معناه واضح شيخ، معناها واضحة. أنا مش واضح عندي، وضحي لي. كررها. النص يقول في الوحي عندك ما أجمل رجليك ما يقصدش عليك أنت طبعا، يعني ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي. هذا كتاب في كتابك في نشيد الإنشاد. ما معنى هذا النص؟ يا النص هو شوية للمفهومية. فالطهارة عندنا سليمان كان بيوصف حياته، كتب عن حياته. أنا خليني من الطهارة، خليني واضح. النص الطهارة قاعدة يعني شلال قاعدة، طهارة زي الشلال من النص. سؤالي الآن، ما معنى هذا النص؟ ما معنى لما النص الوحي عندك يقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ هو بيتغزل في بنت طيب، الكريم. وهل الغزل محله أن يكون في كتاب الله عندك؟ لأنه سليمان واحد من مبشرين ملك إسرائيل. تمام. بغض النظر. تمام. السؤال هنا، هل الغزل محله وحي الله؟ الكتاب المقدس بيورينا من بداية الخليقة اللي زنى، اللي غلط، اللي عمل. لكن هناك في داخل الكتاب المقدس في كلمات الله الطاهرة. أنا إلى الآن أنت ما شرحتليش، هل لما يتغزل بها ويقول لها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، هل هذا يليق أن يكون في وحي الله عندك كنصرانية؟ أنا قاعدة أجاوبك، بس أنت أنت شكلك ما قاعدة تجاوبي. قاعد تجاوبي. لا، ما قاعدة تجاوبي. ما قاعدة تجاوبي. يلا تفضلي جاوبي، ها، لعلك الآن ستجيبين، سنسمعك. طيب. عندك حياة الأنبياء. تمام. إيه، هذا جواب على السؤال طبعا. شوف الجواب المفحم. إيه، حياة الأنبياء. إيه. هيا. التفاصيل، الحاجات اللي هو كتبه الليلة. أنا عايز أجيب لك الزول ده بالشخصية كاملة. إيه. عاوز اجيب لي الزول ده الشخصيه ده. قاعده بتجاوبي على معنى نص ما اجمل رجليك بالنعلين. ها يا بنت الكريم، قاعده بتفسر حاليا. شوف التفسير. فأنا لازم أجيب لك كل التفاصيل. هو عمل أيوة. شنو؟ سليمان عندنا هو يعني ارتد من كلام الله. انت لو في الكتاب بتقرأ فعلا سليمان ارتد من كلام الله. حاشاه. ولذلك القرآن الكريم يعني في هذه النقطة كذبكم وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. إيه، كملي. هنا القرآن بيصفنا بالشياطين. طبعا انت يعني ما بتعرفيش ان اي كافر شيطان. ومن هم أهل الكتب؟ الكفار. انتم كفار واهل الكتاب عادي في نفس الوقت، في شيء مشكلة. قال تعالى يا اهل الكتاب لم تكفرون. اهل الكتاب وكفار في نفس الوقت. وقال تعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. عادي، أهل الكتاب وكفار في نفس الوقت. في نار جهنم. طبعا الذي لا يؤمن بالإسلام ومات على غير الإسلام يكون في نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هربتي الآن أنت طبعا من تفسير ما أجمل رجليك بالنعلين، بس نشيد الإنشاد ما فيش فيه منه هروب على فكرة. حرجعك له. ما معنى ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ أنا وريتك إنه سليمان لا يمثلني في إيماني بالمسيح، تمام؟ طيب ماشي خلاص. نشيد الإنشاد، اسمعيني، نشيد الإنشاد الآن موجود. جيب لي آية اسمعين من أحد الجديد، تمام؟ اسمعين. نشيد الإنشاد موجود في الكتاب المقدس ولا لا؟ موجود. طيب ليش موجود؟ الإنشاد ليش ما الثاني. رميتوه في ما دام هو وحش وسيء ليش ما رميتوه في القمامة؟ ليش ما حاطينه في كتابكم إلى الآن؟ أنا ما قلت وحش، أنا قلت لك إنه ده مش حياة وحش يعني. النبي. يعني نشيد الإنشاد ليس وحشا، ليس زول وحشا. طيب، زول كويس. سليمان زول كويس نشيد يتقدم الإنشاد. بامرأته. خلاص يا إخوان، نشيد الإنشاد زول كويس، فبالتالي اشرحين النص الذي يقول: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. أنا أخذ هذا كله ما زلت ما دخلتكش في حزقيال 16 و23، ما زلنا في المقدمة بس. أنت لو حريص على إنك تجيب لي آيات كتاب المقدس، خلاص نمشي للعهد الجديد. ليش العهد القديم كخة يعني ولا كيف؟ ما كخة، ولكن خلاص العهد ما دام ما كخة خلينا نناقشه. بنتكلم عن السيد المسيح. مش العهد القديم سابق للعهد الجديد، نناقش العهد القديم ثم ننتقل للعهد الجديد، لا تقلقي. بعض الأخوان بيجيبوا آيات وتفاسير، يعني قصص ما بتكون يعني نبذة لنا إنه إحنا كمسيحيين إنه نعملها. فده الموضوع إنه بيجور إنه بتجيبوا الآيات في الكتاب، لكن العهد الجديد كان واضح جدا وما محتاج. واضح في ماذا؟ أسألني في العهد الجديد، أنا معاك. أي سؤال في العهد الجديد تجاوبي عليه يعني؟ أي سؤال. طيب يسوع المسيح يقول في إنجيل لوقا، أو قبل ما يقول يسوع المسيح: أنت بتشجعي على البغض ولا على المحبة؟ على المحبة. ليش ما بتشجعي على البغض؟ لأن كتابي ما وصاني عليه. ما وصاك على البغض كتابك؟ يا لا غلطانة. افتحي إنجيل لوقا. إنجيل لوقا ماذا يقول؟ يقول يلا نفتحه مع بعضنا. تريدي من الكتاب ولا من الهاتف؟ هاتف. من الهاتف، يلا. إنجيل لوقا 14:26 يقول: شوف يا ماذا يقول يسوع المسيح. يقول: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني يسوع المسيح بيشترط أن الذي يريد أن يكون عنده تلميذا لابد أن يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا ليصبح تلميذا عند يسوع المسيح. الكلمة هي لا يبغض. لقى 14. اصبر يا إخوة. قبل قليل ماذا قالت عن كلمة يبغض؟ ما أنا ليش وقعتها في الفخ في البداية؟ قلت لها أنت بتشجعي على البغض ولا المحبة؟ قالت لي بشجع على المحبة. قلت لها ليش ما بتشجعي على البغض؟ قالت لي لأن كتابي ما بيشجع على البغض، لأن عارفة أن معنى البغض الكراهية. الآن بقدرة قادر ستتحول كلمة بغض إلى عسل ينزل من السماء. تفضل يلا اشرحي لنا النص، ما عشان جت على لسان يسوع هتتحول. ايه ما معنى النص؟ إنجيل لوقا كم؟ 19 أو 14 27 تمام. 14 26. يلا ننتظر ما معنى كلمة يبغض. الآية أنا عارفاها إنه يترك
لكن عندك وش قلت يبغض. لك معناها حاليا؟ ماذا قلت لكم؟ ماذا ستصبح كلمة يبغض؟ صارت ترك معناها يبغض. ها؟ كلمة يبغض صارت معناها ترك. ما شاء الله. في أي لغة هذه؟ في اللغة السونانية تاعت الأستاذة اسمها سونا. في اللغة السونانية كلمة يبغض صارت معناها يترك. مازال احتمال تقول لكم يبغض معناها يعني ومن الحب ما قتل. معنى يبغض يعني ستصبح معنى يبغض العشق الممنوع. يلا تفضلي كملي. ايه اشرحي لنا معنى يبغض. كملي. تمام. ايوه. يعني يبغض معناه يترك. يترك. في اي لغة هذه؟ أنا عندي البايبل بإنجليزي عشان كده متعبني. انا ماليش علاقة بالانجليزي. ايش دخلني بالانجليزي؟ أنا معاك يا ايه يلا طيب اقرأي لنا بالانجليزي. اعرضيه لنا على الشاشة واقرأي بالانجليزي. يلا 14. 26. يلا افتح الكاميرا واعرضيه لنا بالانجليزي. تمام. لك فتح الكاميرا يا سونا اقبل. ويت. ويتي. يلا يا اخوان شدوا الهمة على التكبيس، خلينا نوصلها ل 15 مليون. خلي ام زيد تكون جاهزة في اي لحظة. تمام يا اخ؟ مشغولة يا شيخ هي، لأنه حتى البنت الجورجية كانت تريد تصعد اليوم لكن للأسف يعني يا شيخ ما في مشكلة خليها راح نشوفه. مش حتفتح هي الكاميرا بنسبة كبيرة اصلا. ممكن تتأكد يا شيخ قبل ما تفتح. لا ويت. يبقى 14. معاك يا شيخ. لقى 14. ماذا وجدتي؟ live or hate؟ لحظة. مشاركاتكم يا إخوة ودعمكم للبث ليصل للآخرين. الله يبارك فيكم. القادر على تحقيق الأهداف لينتشر البث. جزاكم الله خيرا. لقى 14. خلاص انت تطلعينا في المسيح الدجال عليها القصة هذه كلها. هو نص لا إله إلا الله محمد رسول الله. اوكي ويت معلش. 14 لقيته. 26 هم العدد. اوكي. Come to me and hate not his father and mother. hate يا يبغض يا شيخ. وجد ايه معناها الكلمة هذه؟ قوليها لا ارفعي بصوت عالي. وش معناها الكلمة؟ هيت ايش معناها؟ hate يا يكره. وات ما معناها؟ hate يكره. انا معاك يا يكره. ليش قلتي يترك معناها في الانجليزي؟ لا الآية انا حافظاها انه يترك. لا انت مش انت حافظه. انت محفظيه هنا لك شكلك في الكنيسة وضحكوا عليك. لا شوفي ها النص بالانجليزي وبالعربي يكره ويبغض. أنا مقدر الصدمة أن دينك يشجع على كره الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأولاد والزوجة. مش عارف أنا لو كرهت هؤلاء من أحب يعني مثلا. فكري يا سونا. هذا الدين سيقودك إلى جهنم. انتبهي وفكري. أنا أريد لك الخير ها، وأنصحك لمصلحتك وأريد لك الخير. انتبهي. إيمانك بهذا الدين سيقودك لجهنم. أنقذي نفسك الآن قبل فوات الأوان. والله أنا أنصحك. أنا ما في بيني وبينك شيء. شكرا. أنا لا أريد لك إلا الخير والله. وبعتبرك أختي إن شاء الله في الإنسانية وأتمنى لك الخير. شكرا تسلم. نعم. وأتمنى إن شاء الله تدخلي معنا يعني تقدري تضغطي متابعة للصفحة عشان تطلع لك الإشعارات والفيديوهات. لعل الله عز وجل يهديك. اضغطي متابعة للصفحة عشان وفعلي الإشعارات عشان تجيك المرة البث وكذا بحيث تشاركي. يعني إذا ما ضغطتي متابعة مش هيطلع لك الفيديوهات. ضغطت متابعة. صفحة الشيخ فعلي زر الجرس يا أخت سونا حتى يظهر لك لما الشيخ يبدأ بالبث. فكري في هذا الموضوع جيدا يا أخت سونا.
أنا أريد لك الخير كما قلت لك. تمام. الإسلام لا يقول لك يعني اكره سيدنا المسيح عليه السلام، لا، المسيح عليه السلام نبي ورسول من عند الله عز وجل، وأن نحبه ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه، لكن لا نعبده ولا نقول عنه ابن الله. تمام. يعني أنت تقولي عن المسيح ابن الله؟ ابن الله. طيب أسألك سؤال، هل الله يحتاج إلى أبناء؟ نحن جميعا أبناء الله، هل تعلم ذلك؟ أنا سؤالي الآن، إن إحنا ليش مثلا أول شيء البنوة صفة بشرية، البشر هم الذين يكونون عندهم أبناء، البشر، والبشر هم الذين ينجبون أبناء. طيب لماذا ينجبون البشر أبناء؟ ليكونوا لهم عونا حين يكبرون، ليعينونهم في الحياة، زينة الحياة الدنيا. هذا لا ينطبق على الإله سبحانه وتعالى، فالإله لا يحتاج إلى أبناء، ليس بحاجة إلى هذا، لأن موضوع البنوة شيء احتياج من يعني شيء يحتاجه المخلوقون فقط، المخلوق هو الذي يحتاج أن ينجب. طيب عندنا نص في الكتاب المقدس بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به يسر تفسيرك للكلام. هذا النص موضوع ابني فيه تحريف. هطلع لك الآن مخطوطة إن النص ما فيش فيه ابني، النص فيه مختاري وليس ابني. تعال أطلع لك صورة المخطوطة أمامك. شوفي مثلا، بسم الله. بس رضا ينتظر دوره يا شيخ. والله شحن الهاتف يعني خلاص، وهذا ذو تواجده. فيه نصارى كثر طالبين قست يا شيخ، وفيه القس رضا طيب موجود. هحاول أعلق شحن الهاتف إن شاء الله. المهم ركزي معي، شوفي في المخطوطة السينائية في إنجيل يوحنا 1:34، شوفي ماذا يقول هنا. هذا بالنص اليوناني ماذا يقول هنا في المخطوطة السينائية عن المسيح؟ مختار الله. شوف يا مختار الله، ترجميها حتى باليوناني، ترجميها تطلع ايش عن المسيح مختار الله. هذه ايش؟ المخطوطة السينائية هي أقدم مخطوطة لكتابك. تعالي نشوف مثلا في البردية 120 اللي هي تعتبر ورقة صغيرة وليست مخطوطة كاملة، ورقة صغيرة. ماذا تقول؟ تقول ابن الله، حرفوها، غيروها من مختار الله إلى ابن الله. هي أمامك شو اسمه البردية 120، وهذه المخطوطة السينائية. ادخلي حتى إلى موقع المخطوطة السينائية ستجدين نص مكتوب مختار الله، الآن محرفين إلى ابن الله. فبالتالي نصوص كتابك حرفت شخصية المسيح، حولتها من مختار الله مصطفى نبي من الأنبياء إلى ابن الله. فكتابك تعرض للتحريف بالدليل والبرهان. ها هي المخطوطات أمامك، هذه المخطوطة السينائية وهذه البردية 120. اوكي تمام. شيخ ممكن أسألها سؤال؟ الأخت سونا، هل قرأت القرآن يوما ما وسمعته؟ نعم. تعرفين سورة مريم؟ يا ريت يا شيخ لو تسمعنا آيات من سورة مريم. كان هذا المطلب في التعليقات يا شيخ، ورأيت أنها فكرة جميلة. نعم. أنت سمعتي سورة مريم من قبل ولا لا؟ لا، إخلاص I think بعرف حافظة سورة إخلاص ويوسف. سورة الموضوع مريم سورة مريم تتحدث عن ولادة المسيح وشخصية المسيح. أنا سأقرأ عليك الآن يعني. الشيخ بما أنها من الحبشة وسيدنا جعفر قرأها في الحبشة إن أنت شاء من الله. السودان؟ أنت من السودان ولا من الحبشة؟ أنا من جنوب السودان. من جنوب السودان. هي من جنوب السودان. تمام. طيب سأقرأ عليك بعضا من سورة مريم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
هذه هي قصة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. افتحوا له الصوت. افتحي الصوت يا صونة. الصوت يا صونة. نعم. ما كان شعورك يا الأخت صونة وأنت تسمعين الشيخ يرتل كلام الله؟ آه شكرا للشيخ، ده جزء من صلاته، بس أنا كمؤمنة مسيحية ما في شيء اتغير فيني حقيقة، لأن السيد المسيح هو الألف والياء. أين قال عن نفسه المسيح أنه هو الألف والياء في الأناجيل؟ السيد المسيح أين قال فيك يا شيخ؟ أنت بس عصرتني فيه، أنا عندي أسئلة كنت عاوزة أسألك فيه. طيب أنت ذكرت معلومة فأنا سألتك عليها. في العهد الجديد. أين بالضبط؟ أوكي، المشكلة إنه إحنا بنحفظ الآيات مرات ما بنذكر. أنا سأساعدك. أها. أنتم تزعمون أنه قال ذلك في سفر الرؤيا، وهذا غير صحيح، لأن سياق النص الكلام ليس المسيح الذي قاله. هذا أولا. ثانيا، سفر الرؤيا يعني هو سفر مجهول كاتبه، إضافة أن كاتبه كتبه وهو كان يرى مناما وكوابيس، كان يرى خروف ب7 عيون و7 قرون كما يقول سفر الرؤيا نفسه، فبالتالي هو سفر أصلا للأحلام، هو سفر أحلام وكوابيس. هذا ثانيا. سفر الرؤيا. ثالثا سفر الرؤيا أصلا عليه جدل كبير، عليه جدل كبير من الكنائس إلى القرن الخامس. يعني لم تتفق الكنائس على سفر الرؤيا إلا بعد القرن الخامس. 5 قرون وهم يتجادلون فيه. ثواني بس وأعود إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا إخوان شدوا الهمة، لحد الآن ما وصلناها 20 مليون. الكل على الشير، الكل على التكبيس. اللهم زوج كل من يكبس ويشير البث. هذه الراديو راح تتعفني في التعليقات، ما راح تصعدي، راح تتعفني بالأسفل. ممكن تأتي بكرة. اليوم خليها تشاهد بصمت، ما عاد تصعد خلاص، تبقى تحت تشاهد وهي مقهورة. أكيد. إذا ما أسلمت ببث الشيخ راح تتعلم الأدب. يا أخ أمين صارت معروفة بالراديو. شوف هذه الأخت صونة، يعني هي تقريبا كم 40 دقيقة ولا واحد كتم عليها ولا واحد قاطعها لأنها هي ولا أبدا، أنا هي ملتزم محترمة. بآداب الحوار، مثل نعم. هذيك القرارة. اللهم اشرح قلب صدر الأخت صونة للإسلام يا رب العالمين. إن شاء الله الكل بالتعليقات يكتبون يدعون لها أن يشرح الله صدرها للإسلام.
رجاء من كل أخ أو أخت غير متابع لصفحة الشيخ يتابعها، ورجاء الاشتراك بالقلب البرتقالي. بارك الله فيكم. التكبيسات لا، الشير ل100,000 شير. بارك الله فيكم. فما شاء الله، شوفوا بثوث الشيخ يعني صارت تصل لعدة دول مختلفة، وهذا بسبب الشير، فلا تستهينوا. بارك الله فيكم. طبعا أنا اضطريت أغير المكان عشان شحن الهاتف. طيب تفضل إذا عندك سؤال يا سونا. لا ما عندي سؤال، فهحاول أمشي أجهز نفسي مرة تانية وأجي أناقش معك. شكرا للنقاش المحترم. للآن ما أنا في دائما أفتح بثوث مباشرة في هذا التوقيت إن شاء الله. يا قاعدة أشوف. إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا يا